إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد منجا سوى منجاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي من قناة سفيرة السعادة مع أم علياء. معادنا النهاردة مع فيديو مهم جدا من أسباب السعادة في الدنيا. 3 حاجات مهمين جدا لو اتمسكت بيهم وحافظت عليهم فعلا أضمنك إن شاء الله بإذن الله بمشيئة الله سعادة في قلبك ورضا وطمأنينة دايما. تابع الفيديو بالكامل، من فضلك اشتركي في القناة لو أول مرة تشوفينا، وكمان اضغطي لايك عشان الفيديو ينتشر، واعملي شير لكل اللي انت حباله الخير يوصل له الفيديو ده. طبعا بما اننا قناة اسمها سفيرة السعادة فدايما بنبحث عن أسباب السعادة وعن حل المشاكل والحاجات اللي دايما تنقلنا من حالة السخط أو من حالة الحزن لحالة السعادة. بس عايزة أقولك إن هنا دايما في سفيرة السعادة مع أم علياء السعادة معانا مش محتاجة فلوس ولا محتاجة مصاريف ولا أسباب تصرفي عليها عشان توصلي للسعادة. الحياة كلها تمسك بطاعة الله والقرب من الله عز وجل، وأسباب في العبادة فعلا 3 عبادات هيخلوكي دايما سعيدة إن شاء الله. أول حاجة عشان ما أطولش عليكم القرآن الكريم. كلنا عارفين القرآن وأجر قراءة القرآن وفضل القرآن ومنزلة القرآن. أنا عايزة أتكلم النهاردة معاكي عن نقطة مهمة جدا تتعلق بالقرآن، اللي هو إنك طول ما أنت متمسكة بالقرآن فأنت فعليا وحرفيا في طريق السعادة. الكلام ده مش من عندي، الله عز وجل يا بنات يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعني أنا طول ما أنا متبع ذكر الله وهدى الله اللي هو القرآن وما جاء في القرآن من أحكام وقراءة قرآن تدبر وتلاوة ومحافظة على ورد قرآني، دايما هحس إن أنا ولا في ضلال ولا في شقاء في الدنيا، اللي هو ضلال الآخرة وما فيش شقاء في الدنيا. طيب بقى بعد الآية اللي بعدها يا بنات: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعني الإعراض عن الذكر هنا يا بنات قال العلماء إنك بتعرضي عن القرآن تلاوة وتدبرا واتباعا لأحكام الله عز وجل واتباع الشريعة. يعني معنى كده كل اللي بيتبع القرآن وبيعمل بما في القرآن ده يعني وعد من الله عز وجل، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، أو كمان لا يضل سعيه في الدنيا، وكمان لا يشقى أيضا في الدنيا أو في الإيه أو في الآخرة. طب بصوا يا بنات، عارفين الحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا فيه اللي هو: ما أصاب عبدا هم ولا حزن قط فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. إيه بقى؟ شوفي بقى بقية الدعاء إيه: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. الوعد بقى في آخر الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إيه: إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. يعني لما تتمسكي بالقرآن وتقعدي تتدبري وتقرأي القرآن ربنا بيجعل القرآن ربيع قلبك فعلا ويجعله ذهاب الهم والغم والحزن، وربنا بعد ما بتقولي الدعاء ده كمان بيزيل همك وغمك وبعدين يبدل مكانه فرح. فاحنا برضو يا بنات نستفيد من الحديث ده ان القرآن فعلا طريق من طرق السعادة، يعني السعادة الأكيدة، مش السعادة الزائفة. ناكل شوكولاتاية نفرح نص ساعة، نتفرج على حاجة تضحكنا نضحك ربع ساعة ولا نص ساعة، نقعد مع حد يفرحنا وبعد كده لما يسيبنا نتغم تاني. القرآن هو الجليس الدائم، هو الفرحة الدائمة اللي ما بتسيبش قلبك فعلا. طب أنا دلوقتي عايزة أتكلم حاجة مهمة قوي قوي يا أم علياء. والله أنا سايبة القرآن بقالي فترة، ولما باجي أرجع للقرآن أنا ما بحسش اللي انتي بتقولي عليه ده، أنا بحس إن أنا مخنوقة وقلبي بيوجعني ومش قادرة أكمل صفحة للآخر ومخنوقة كده ومش حاسة باللي انتي بتقولي عليه ده. بصي، القلب فيه ظلمات وفيه ذنوب تراكمت كتير قوي،
فلما نور القرآن القوي بيجي يخترق القلب اللي مليان تراكمات وذنوب ومعاصي وغفلة وقساوة، بيبقى فيها صعوبة في الأول، بيبقى فيها كده مقاومة بقى، يعني كل جانب كده مقاوم، بس في الآخر اللي بينتصر كتر الاستمرار، وإنك تجاهدي نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قومي والحجب ده اللي هو ظلمات القلب بتحجب نور القرآن إنه يدخل قلبك، مش هيفضل كتير، هيبقى مقاومة فترة بسيطة، بس مع المداومة حبيبة قلبي على التلاوة، وإنك تيجي على نفسك، كل ما يدخل شوية من نور القرآن كل ما يذهب شوية من ظلمات القلب ومن حزن القلب ومن قساوة القلب ومن هوى القلب، لغاية لما يبقى القرآن هو خلاص اللي ما تقدريش تستغني عنه ولا تقدري أصلا تعيشي من غيره. ومن هنا هتيجي السعادة بقى الحقيقية، هتيجي انك لما تبقي بقى ايه، الله عز وجل يقول ايه، فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم. الله عز وجل يا بنات يقول ايه تاني في القرآن، لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. ايه هو الذكر هنا؟ قيل اللي هو الشرف والمجد والعزة والسعادة، ده بيكون في القرآن. كلنا طبعا عارفين الحديث اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا إيه بقى يا بنات، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. انت عايزة ايه اكتر من كده لما تقعدي تقرأي القرآن؟ رحمة وسكينة ومغفرة وهدوء، هي دي بقى السعادة اللي انا بقولك عليها. وما تنسيش لما قلتلك في الاول هتلاقي صعوبة لو انت بعيدة عن القرآن وهجرة للقرآن وتحفزتي وعايزة تبدأي فعلا اولى طرق السعادة، هتلاقي في الاول ظلمات القلب والمعاصي والقساوة بتحجب بينك وبين نور القرآن في البداية، ولكن مع الاستمرار كل الحجب دي هتزول من نور القرآن. يلا بينا على السبب التاني من أسباب السعادة مع سفيرة السعادة أم علياء. حبيباتي كلنا عارفين إن ذكر الله عامة سبب من أسباب السعادة، ولكن في نوع معين من الذكر، ذكر معين فعلا هو سبب السعادة وسبب زوال الهموم واستقرار النفسية. هنتكلم عن التسبيح، سبحان الله وبحمده، أو سبحان الله، أو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بصوا حبايبي، أول حاجة طبعا احنا عارفين قصة سيدنا يونس عليه السلام لما نادى وناجى ربه في الظلمات فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ناجى ربه في 3 أنواع من الظلمات، ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت وظلمة البحر. ربنا قال ايه بعدها يا بنات لما سيدنا نوح قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ الله عز وجل فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني لا إله إلا أنت، الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الدعاء ده ما دعا به مسلم قط إلا استجيب له. عشان كده بعض العلماء قالوا احنا لما نيجي ندعي قولي الدعاء ده 3 مرات وادعي بعده بما شئت. ففي اعتراف بقدسية الله عز وجل وعظمته واعتراف بالذنوب وإقرار بالذنوب، وإن كده تبتغي رحمة الله ومغفرته وعفوه، وبعد كده ادعي. وحتى لو كررت الدعاء ده بس كده من غير ما تدعي بعده، فعلا قلبك بيستريح، ومهما كان فيكي من غم ومن هم بتهدي، وإن شاء الله بإذن الله الغم بيزال عنك، بس أهم حاجة اليقين. فده حبيبتي نوع قوي جدا من التسبيح، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في توحيد لله عز وجل، وفي تسبيح لله عز وجل، وفي اعتراف بالذنوب وطلب المغفرة اللي هو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هقولك برضو على سبب أو دليل تاني إن السعادة بتتحقق من تسبيح الله عز وجل، أو التسبيح سبب في زوال الهم وضيق الصدر. وجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نداء في القرآن الكريم، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. إيه بقى الأمر اللي بعدها؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. معنى كده أن تسبيح الله عز وجل سبب في زوال الهم والغم والضيق
والمحن. يبقى مفيش دليل تاني أقوى من كده إن احنا لو التزمنا بالتسبيح وداومنا عليه وبقى سبب في حياتنا ورد دائم في الصباح وفي المساء ودايما على لساننا التسبيح، هيبقى سبب من أسباب السعادة. برضو حبايبي، ليه التسبيح سبب من أسباب السعادة؟ لأن ورد أحاديث إنك لما بتقولي سبحان الله وبحمده 100 مرة في الصباح أو في المساء بيذهب هنا ذنوبك، حتى ولو كانت حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. طيب هو أنا لما تحط عني خطاياي أو ذنوبي بيبدل همك فرح ويبدل حزنك سعادة، لأن أصلا الذنوب بتعمل هم وغم في القلب، فلما تذهب من التسبيح هتحل مكانها السعادة. كمان دليل قوي جدا إن التسبيح يزيل الهم، الآية اللي الله عز وجل خاطب فيها سيدنا محمد وأمره بالصبر. بعد ما أمره بالصبر أمره بالتسبيح، يعني علشان قلبك يصبر ويطمن كده ويزيل همك وغمك مرتبط برضو بالتسبيح. الله عز وجل يقول فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. طبعا يا بنات في بعض العلماء قالوا ان هي دي اذكار الصباح والمساء اللي هي التسبيح اللي بيكون 100 مرة الصبح و100 مرة اخر النهار. التسبيح مهم جدا. التسبيح هو نوع من انواع الذكر، ويكفي ان الله عز وجل قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أنواع الذكر طبعا اللي هو التسبيح، فهيجيلك طمأنينة. وطمأنينة يعني إيه يا بنات؟ يعني سعادة. الطمأنينة والسكينة والرضا هي نفسها السعادة اللي بتيجي من ذكر الله ومن قراءة القرآن، لأن برضو القرآن نوع من أنواع الذكر. يبقى قلنا أول سبب من أسباب السعادة القرآن والالتزام بورد قرآني قراءة وتعبدا وتلاوة. رقم 2 حبايباتي اللي هو التسبيح. يلا بينا مع ثالث سبب من أسباب السعادة. ثالث سبب حبيباتي من أسباب السعادة، سبتوا كده السبب الثالث كده، عارفة البونبوناية بقى اللي عايزين نقولها كده. أسباب السعادة في الشريعة الإسلامية كتيرة، ولكن أنا كلمتك عن أهم أسباب السعادة وأيسرها وأسهلها تعمليها، هتلاقي فعلا حياتك كلها اتغيرت تماما. ثالث سبب الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كلنا عارفين يا بنات أبي بن كعب لما راح النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال له بقى الربع، فقال إن زدت فهو خير لك، وصل طب النص، طب الثلثين، قال يعني طب أجعل لك صلاتي كلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن إيه يا بنات؟ يكفى همك ويغفر ذنبك. طب أنا لما يكفى همي مفيش هم شايلاه، حلت مكانه السعادة. ويغفر ذنبي، الذنب اللي بسببه الشقاء وتعطيل الأرزاق وقلة التوفيق للطاعات، لما يروح الذنب هتحل مكانه الراحة والسعادة وتيسير الأمور. إذن يا بنات الشريعة الإسلامية عبارة عن طرق كلها متوصلة ببعضها، عبارة عن كتالوج، عبارة عن حاجة ما ينفعش ان انا اقول طب انا همسك ده بس، طب انا هلتزم بده بس، طب انا همسك القرآن بس. ده هو هتلاقي ان انتي عارفة عايزة اللي بعده، اعمل ايه تاني، اقول اذكار ايه تاني. عارفين يا بنات هنا بيبقى في التعليقات حبيباتي كده لما تقولوا يا معليه انا التزمت بكذا قولي لي على حاجة تانية اعملها، انا عايزة اللي بعده، عارفة كده. فتلاقي كلها انك خلاص بقى انت حبيتي بقى العبادة وحبيتي القرب من الله وحبيتي التقوى، فعايزة تقعدي تدوري بقى على المراتب اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، تنشغلي بالطاعة، تنشغلي بالعبادات، تنشغلي بقيام الليل، لانك هنا وجدتي حلاوة الإيمان، حسيتي فعلا بالسعادة الحقيقية. وإن كان في هموم في الحياة، يعني أنا ما بقولش يا بنات إن أنتي لما يبقى خلاص التزمنا ب3 أسباب السعادة دول إن أنا خلاص كل أحلامي الدنيوية اتحققت، لا، ده أنا هيحل الرضا وهيحل زوال الهم وهيحل الراحة والسكينة والرحمة والطمأنينة اللي هتخليكي اللي هو بقى يعني اليقين اللي بيهون عليكي مصائب الدنيا، اليقين اللي بيخليكي شايفة الدنيا قد كده، طلعت نزلت راحت جت نقصت، في شوية هم وغم، أنا تسبيح على طول، العلاج على طول، عايزة البنادول بسرعة، أنا عايزة بسرعة المصحف المسكن بسرعة أمسكه، الحاجات دي هي كلها عندي أدواتي، في هم وفي غم وفي دنيا وفي شقاء وفي ناس
الله عز وجل قال ايه يا بنات؟ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يعني في اذى اهو، بس بنعمل كذا. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. الرسول صلى الله عليه وسلم اتأذى وضاق صدره من الايذاء، بس ايه؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ليه؟ علشان يطيب صدرك، يطيب نفسيتك، ينزل عليك السكينة والطمأنينة والرضا، ونقدر يبقى معانا الكتالوج والعلاج للمصائب وآلام ومهام الدنيا. إن شاء الله حبيباتي من قناة سفيرة السعادة مع أم علياء، استنوني في حلقات تانية إن شاء الله. ربنا يعيني. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. طبتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.